هم ما زالوا يسألون لماذا الملاعب نظيفة؟ لماذا الطرق بلا حفر؟ لماذا القطارات تصل في وقتها؟ ثم الصدمة الكبرى، أين نحن؟ وأين هو المغرب؟ نعم، عندما فتحوا أعينهم أخيراً اكتشفوا الحقيقة المؤلمة. المغرب في واد وهم في واد آخر تماماً. ما حدث ليس صدفة ولا ضربة حظ، بل نتيجة سنوات من العمل الصامت، تخطيط بعيد المدى واستثمار في الإنسان قبل الحجر، بنية تحتية تبنى بعقل دولة، لا بعقل رد الفعل، مدن تدار بنظام واضح، نظافة ليست حملة موسمية، بل ثقافة يومية، ومشاريع عملاقة جعلت المستثمر الأجنبي يشعر بالأمان قبل أن يوقع أي عقد. هنا بدأت الصدمة، لأن المقارنة كانت قاسية، والمرآة التي وضعت أمامهم لم ترحم أحداً. الحقد لم يأتي لأن المغرب فاز بمباراة أو نظم بطولة فقط، بل لأن الصورة انقلبت. دول كانت تنظر من فوق وجدت نفسها تراقب من الأسفل. إعلام مرتبك، خطابات تبريرية، ومحاولات يائسة لتقزيم الإنجاز، مرة بحجة المال، ومرة بالتحكيم، ومرة بنظرية المؤامرة. لكن الحقيقة أبسط وأقسى: من يشتغل يتقدم، ومن يصرخ يتأخر. الاستثمارات التي تتدفق، المشاريع التي تنجز في وقتها، والأمن الذي يشعر به المواطن قبل السائح، كل هذا جعلهم يدركون أن الفارق لم يعد بسيطاً، بل هي فجوة حضارية. لذلك تحول الإعجاب الصامت إلى غل معلن، وتحولت المفاجأة إلى عداء مكشوف، لأن الاعتراف بالنجاح أصعب من مهاجنته. الهجوم اليومي، السخرية والتشكيك، كلها ضريبة نجاح، والتاريخ علمنا أن الدول التي تحارب بهذا الشكل هي الدول التي تسير في الاتجاه الصحيح. المغرب لم يسرق مكان أحد، ولم يمنع أحدا من التطور، لكنه اختار أن يعمل بينما اختار غيره الكلام. وفي النهاية الواقع لا يكذب، والكاميرات لا تجامل، والفرق بين من بنى ومن ضيع وقته في الحقد صار أوضح من أي وقت مضى. والمثير للسخرية أن بعضهم لم يغضب لأن المغرب تقدم، بل لأنهم اكتشفوا متأخرين أنهم كانوا يعيشون في وهم الريادة. صدمة حضارية حقيقية، مطارات تدار باحتراف، طرق سيارة بلا فوضى، مدن تستيقظ على النظام لا على الأعذار، وملاعب لا تجهز في آخر أسبوع بطلاء مستعجل وكراسي مكسوعة. هنا بدأت نوبات الهستيريا، لأن الصورة التي حاولوا تصديرها لسنوات انهارت في أيام. الأكثر إيلاما لهم أن النجاح المغربي لم يكن استعراضيا ولا موجها للاستهلاك الإعلامي، بل واقعيا ملموسا يمكن لأي زائر أن يراه بعينه دون تعليق سياسي أو تحليل مغرض. لذلك تحول السؤال من كيف فعلوا ذلك إلى كيف نفشل التجربة، ومن النقد الرياضي إلى هجوم اجتماعي وثقافي، لأن التفوق عندما يصبح شاملا يصبح مزعجا. بعض الأصوات حاولت السخرية من النظافة. تخيل، كأن النظام صار تهمة، وكأن احترام الوقت جريمة، وكأن استقطاب الشركات العالمية تمثيل. لكن المشكلة أن الكاميرا لا تكذب، والسائح لا يجامل، والمستثمر لا يغامر بأمواله بدافع العاطفة. كلهم رأوا الفرق، وهنا تحول الإحراج إلى عداء. ثم نصل إلى المرحلة الأخطر، محاولة تقليل وعي الشعب نفسه، وكأن الرسالة تقول: المشكلة ليست فينا، بل فيكم، لأنكم صدقتم أن العمل يؤتي ثماره. وهذه قمة الانهيار الفكري، حين يصبح التقدم مؤامرة، والتأخر ظروفا قاهرة، والفشل استهدافا خارجيا. والحقيقة التي تزعجهم أكثر من أي شيء آخر أن المغرب لم ينتظر تصفيق أحد، ولم يدخل سباق الشتائم، بل واصل البناء بهدوء. وهذا بالضبط ما يشعل الحقد: نجاح بلا ضجيج، قوة بلا استعراض، ورسالة واضحة مفادها أن المستقبل لا يمنح، بل ينتزع بالعمل. لهذا كل هذا الهجوم ليس خطرا، بل شهادة أن المغرب تجاوز مرحلة المقارنة، ودخل مرحلة الإزعاج الحقيقي لمن اختاروا البقاء في مكانهم. ومن لا يحتمل رؤية الآخرين يتقدمون، فمشكلته ليست مع المغرب، بل مع مرآته.